في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك ازاي عملت اول فلوس اونلاين من تطبيق تشات جي بي تي. فلو قلنا الارقام بالظبط انا قدرت اعمل اول 86 دولار من اول 54 مبيعه وانا نايم على سريري. فين يا جماعه؟ شات جي بي تي اتغير جامد جدا، الذكاء الاصطناعي بيودينا في داهيه حرفيا، بقى من اقل حاجه تقدر تعمل منها فلوس باي طريقه. كل ده في الاخر من غير ما المس الموبايل. انا شغال بالموبايل ومن غير ما المسه. انت متخيل؟ كل ده من غير ما المسه، ولا دفعت مليم في اي اعلان ولا اي كلام بتنجان في اي هبد، ولا من غير ما اعمل اي حاجه، حرفيا كل حاجه وانا نايم على السرير. النهارده هوريك في الفيديو عملي مش نظري كمان، مش بالكلام بس، هوريك عملي ازاي فعلا قدرت اعمل منه اول 86 دولار. يعني حرفيا لما سحبتهم بالمصري 4300 جنيه، كل ده من حسابي الشخصي هوريهولك، ومن موقع واحد بس، مش هقول لك بقيه المواقع اللي عملت منها فلوس بالشات جي بي تي. فلو انت متحمس او عايز تعرف بجد ما تنساش صلاه على النبي، ولو وراك صلاه روح صليها الاول وتعالى كمل الفيديو وبعدين ارجع على طول. بس كده، اهلا بيك في قناه فكر عالي، يلا بينا. ملحوظه كده مبدئيا كده، الفيديو دوت مش بتاع الربح من الانترنت والشغل النصب اللي بقينا نشوفه كتير على السوشيال ميديا، ومعرفش استطلاع بيان مش فاهم ايه، وخش اضغط على اعلان دوت والعب اللعبه المتخلفه ديت، ومعرفش كل الشغل النصب اللي بقينا نشوفه كتير قوي على اليوتيوب والسوشيال ميديا عموما، بتاع الربح من الانترنت، وكل ده هبد حرفيا، وكلهم كدابين ونصابين وبيبيعوا لك الوهم عشان يكسبوا من وراك المشاهدات. لكن النهارده في فيديو هقول لك بيزنس اونلاين تقدر تبتدي بيه من النهارده. لو مشيت على الاستراتيجيه اللي هقولها لك في الفيديو دوت، هضمن لك اول مبيع عليك. لا، وكمان في الفيديو ده هعرفك امتى تعمل اول مبيع عليك، امتى. انت متخيل؟ يعني الحاجه ديت اصلا المفروض تعتمد على شغلك. لا، ده انا هقول لك لو انت اشتغلت بالاستراتيجيه معينه هقول لك امتى تعمل اول مبيع عليك. بعد الفيديو اللي نزلته الاخير دوت، اللي هو قلت ازاي عملت اول فلوس بالدولار من تابلت المدرسه، كتير قوي على المواقع اللي انا اشتغلت عليها ازاي عملت منها فلوس، والفيديو فعلا جاب مشاهدات. فالنهارده عملت منه جزء تاني، بس بقى المره دي جزء عملي شويه، ما احبش انا ارغي كتير وشغل الشوق ولا الدوق دوت. لا، انا هخش لك في الموضوع على طول. هنا في مجال اسمه برنت اون ديماند او الطباعه عند الطلب. ده عباره ان انت بيبقى معاك منتج معين، سواء هودي او تي شيرت او اي حاجه، عليه ديزاين. تقعد بقى عشان اقول لك ازاي تعمل تصميمات من غير ما تعملها اساسا. ازاي دي يعني تعمل تصميمات من غير ما تعملها؟ طب ازاي؟ هفهمك دلوقتي. يحط كلمه او لوجو وديزاين عموما، يعني الديزاين ده بيبقى بسيط جدا لدرجه ان انت ممكن تخلي تشات جي بي تي يقوم بيه كاملا، لان ده ديزاين مش مواقع ويب سايت. يعني ده ديزاين هتقول له مثلا اكتب لي كلمه، والله مثلا فاني وهي دي الكلمه، موتيفيشن اكتب لي هي دي الكلمه، اعمل لي لوجو او قطط مثلا، حط لي اعمل لي تصميم قطط، يعمل لك تصميم قطط، تاخده هو بكوبي بيست وتحطه له. خلصت حرفيا، الموضوع مش محتاج وتعمل منه فلوس. شايف التصميمات دي كلها؟ شايف التصميم ده عملت منه 15 مبيعه، والتصميم ده ايه؟ من شات جي بي تي. انت متخيل من شات جي بي تي؟ مفيش حرفيا اي مساعده. بس ثواني بس، في حاجه بس مهمه، انت ممكن تاخد التصميم دوت وتعدل عليه لو انت بتفهم في الفوتوشوب وفي الديزاين. غير كده لو انت ما حرفيا ما بتفهمش بجنيه، المواقع ديت مش بتبقى محتاجه اي حرفيا خبره في التصميم، لان هي بتبقى محتاجه لوجو، كلمه، حاجات بسيطه جدا بتاعت مبتدئين، وبتديك فلوس كبيره جدا على كلام اللهبل ده. فانت ببساطه كل اللي تشتغل عليه هو انك ازاي تعرف تستقبل احسن تصميم من تشات جي بي تي، واقول لك في الفيديو دوت ازاي تعمل الكلام دوت حالا. زي ما انتم شايفين يا اخواتي، انا اخش على شات جي بي تي كده عادي جدا، واجي هنا اقول له انا شغال على المنصه. طبعا هنذكر المنصه اللي احنا شغالين عليها، وليكن هشتغل على منصه اتسي، وعايز تصميم لوجو بايثون. طبعا لوجو بايثون ديت اصلا يا جماعه لغه برمجه. وادوس كده، وزي ما انتم شايفين كده يا اخواتي عمل اللوجو. طبعا بص، جمدان حرفيا، لوجو بايثون بكل سهوله. هو ده بقى اللي هو عايزه بالظبط، ده المنصه عايزاه، تصميم بسيط جدا، كلمه جنبها اللوجو.
ازاي انت بتقول وانا نايم على سريري؟ طب ما انا هكلم شات جي بي تي وهشتغل وهتقرف وهرفع له الديزاين وكل الكلام ده. بما انك يا باشا بعد ما فهمت سيكولوجية الموقع وعرفت ازاي ترفع التصميم وعرفت ازاي تحمل تصميم من شات جي بي تي والكلام ده كله، تقدر بقى يا باشا بقى تبقى رائد اعمال. ازاي يعني الكلام ده؟ تقدر تخلي مثلا تعلم اخواتك، يعني لو ليك اخوات يعني تعلم اخواتك الصغيرين ازاي يعملوا التصميمات ديت، او ازاي يكلموا شات جي بي تي يقولوا له ازاي يعمل كده الموضوع ده. بس الاستمرارية لو قلت لهم بالطريقه دي، وبالفعل دي الاستراتيجيه اللي انا مشيت بيها، وخليت اخواتي الثلاثه حرفيا هم اللي يعملوا التصميمات كلها حرفيا. انا ما بتدخلش. بص على المبيعات حرفيا في الاسبوع، بص على الزيارات، الحمد لله بفضل الله. طبعا ده كل ده بفضل الله، ثم اني يعني الحمد لله ربنا وفقني ان انا سعيد. بس انت متخيل كل دوت وانا طلعت نفسي بره الحوار، وهما اللي بيشتغلوا وهما بيعملوا وانا بعمل فلوس وانا نايم حرفيا. انت متخيل؟ يعني هما شغالين وانا بعمل فلوس ليه؟ وكل ده ايه؟ انا علمتهم. يعني انا علمتهم ازاي كانوا شات جي بي تي. طبعا انا كنت معلمهم ازاي يشتغلوا على كانفا كويس جدا، ولكن هم دمجوا كانفا مع شات جي بي تي. ولكن انت برضو ممكن تعمل شات جي بي تي فقط، يعني مش محتاج حتى كانفا. بس برضو لو انت كويس في كانفا او في الفوتوشوب عموما، تقدر تعمل تصميم كويس جدا ويتباع بسرعه. فتاني، هل المواقع ديت بتحتاج مصمم خبرة؟ لا، فيش الكلام ده لو بكلمة واحدة هيتباع. نيجي بقى للخطوة الثالثة، وهو الاستمرارية. أهم حاجة عندك الاستمرارية. اللي خلى مبيعاتي تتضاعف بالطريقة ديت إن أنا خليت إخواتي الصغيرين هم اللي يشتغلوا عليها عشان يطلعوا أكبر كمية تصميمات للمواقع ديت وبجودة عالية. فضمنت استمرارية وضمنت إن أنا ما اتعبش. هم اللي شغالين أساسا وبعمل فلوس كبيرة. ليه؟ في استمرارية وفي ضمان وفي ضمان جودة، فالاتنين موجودين. فخلاص بعمل فلوس حرفيا وانا نايم. انا جبت اول مبيع بعد امتى؟ انا للاسف عشان ما كنتش عارف المجال ودخلت من غير ما حد بيشرحولي، دخلت المجال على طول كده. في اول موقع قعدت اول 6 شهور عشان اجيب اول مبيع. انتوا متخيلين؟ طبعا واحد يحبط ويقول لك اطلع من الفيديو. يا حبيبي انا بعد ما درست الموقع بقالي الحمد لله هو سنه ونص كاملين. انت متخيل؟ سنه ونص كاملين. لما جه واحد من قرايبي حب يعمل يسجل اكونت في الموقع ويبدا يعمل تصميمات عليه زي وانا اللي علمته، في اول اسبوع عمل اول مبيع عليه. في اول اسبوع، انت متخيل؟ اول اسبوع جاب زيارات وجاب مبيع اول اسبوع. بس للاسف حصلت كارثه كبيره. لو الفيديو عجبك لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لان الحاجات دي بتفرق معايا جدا، لان انا الصراحه تعبان في الفيديو ده جامد قوي. بيشمل مواقع زي ريد بابل، زازل، وايتسي وامازون. انا عندي الحمد لله اكونت على ريد بابل وزازل وايتسي وامازون الحمد لله. يعني هعرفك ازاي تسحب فلوسك من اي موقع اونلاين، تسحب فلوس من موبايل اللي في جيبك بقى، يعني ازاي تسحبها. طبعا ان شاء الله باذن الله لو اقبال كبير قوي على الفيديو دوت هنزل كورس كامل بقى مفصل على كل موقع. ممكن ابقى انزل منتدى، شوفوا الموقع اللي انتوا عاجبينه اللي انتوا حابين نتكلم عليه، وابدا اعمل لكم عنه ريفيو اكتر ونعمل فيديوهات بقى عنه كورس، وازاي تسجل اكونت خطوه بخطوه من اول ما تسجل اكونت لحد ما تعمل اول فلوس ليك وتحطها في جيبك.